السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عايزة بس اعرف الاعلام بتاعنا المصري فين من الانجازات اللي بتتعمل او الديون اللي بتتسدد او يعني انا عرفت ان في مصنع اتعمل جديد وفي ديون اتسددت 1 مليار باين، وفي حاجات كتير اتعملت. يعني ايه احنا يعني انا معرفش ليه الاعلام بتاعنا مش فاضي الا للهبل اللي بيجيبوه. يعني المواقع بتاعتنا كرست نفسها كلها للقضيه الفلسطينيه او القضيه اللبنانيه او السودانيه. بس يعني انا مش فاهمه ليه انتوا حتى القاهره الاخباريه اللي اتعملت انا شايفاهم مفيش اي حاجه بيجيبوها بالنسبه لمصر. يعني احنا يعني القناه اتعملت علشان تجيبوا حاجات للمصر على المصريين، انجاز بيتعمل، مشكله بتتعمل، اي حاجه احنا اللي بتتعمل عندنا المفروض ان احنا شويه كده وشويه كده. محدش هينسى طبعا القضيه الفلسطينيه ولا اللي زيها. طيب فين اللي بيحصل في بلدنا احنا؟ فين؟ انا مش شايفه اي حاجه بتحصل الا لو حاجه طلعت ترند بقى، حاجه طلعت ترند يتكلموا فيها. في يا جماعه في ايه؟ هو احنا الاعلام بتاعنا مكتوب اعلام لجمهوريه مصر العربيه واخواتها وجواريها والبلاد المجاوره وبس، ولا البلاد المجاوره بس من غير مصر؟ يعني في مصنع اتعمل، في استثمار بيدخل، في ديون بتتسدد، انما انا مش شايفه اي حاجه من اللي بتحصل في بلدنا. انا يعني بعرفها صدفه على الفيس، لو حد نزل موقع نزل او صفحه نزلت، انما الاعلام بتاعنا اخش على صفحات الاعلام القاهره والاخباريه ومش عارفه وايه كمان ما الاقيش اي حاجه. ده غير طبعا ان في صفحات اساسا تبع الخرفان بس قال ايه يعني ان هي من مصريه، يعني زي القاهره 24 وموقع كمان كده مش فاكره اسمه. هو اعلامنا المفروض ان الاعلام بتاعنا تبع يعني ما يبقاش ما بيجيبش حاجه على مصر بس بيجيب للبلاد التانيه. يا جماعه زي ما بتنشروا السلبيات لما بتطلع ترند انشروا الايجابيات، انما انا مش شايفه حاجه. العمرو اديب بيجيب اي استثمار دخل، لاحمد موسى بيجيب برضه، والاستثمار اللي دخل او المصنع اللي اتعمل او اي لو حتى احمد موسى بيجيب برضه ما بتبقاش ضجه زي لما بتحصل فضيحه او بتحصل حاجه سلبيه. احنا هنفضل بقى كده لحد امتى؟ مفيش صفحه، مفيش اعلام في اي دوله تانية بتركز في اعلام في بلاد بره غير بلادهم اكتر من عندنا كده بصراحه. يعني كده غلط، كده قرف. اما احب اخش اشوف الخبر ده صح ولا لا، واخش على موقع اخباري ما بلاقيش الا لو دخلت بقى صفحات رئاسه الوزراء او وزاره التضامن او حاجات او صفحات تبع الدوله. طبعا انا عايزه زي ما انتوا بتجيبوا في التلفزيون او في المواقع الاخباريه اللي على المواقع التواصل حاجات فضايح او سلبيات او حاجات ترند. لا احنا عايزين حضرتك نعرف، في ناس غلابه وفي ناس واحده زيي عايزه تعرف الاخبار عن بلدها من المواقع دي. انما انا ما ادخلش ادور على الخبر ما الاقيش اي حاجه، ما الاقيش بقى الا القضيه الفلسطينيه واسرائيل والقضيه الفلسطينيه واسرائيل ولبنان وكده. ايه يا جماعه؟ احنا مش عاملينكم عشان تتكلموا على بره بس؟ يعني مش فاهمه. المفروض يبقى في وقت للي بيحصل في مصر. استثمار جديد دخل، مصنع اتعمل، انا اللي سمعت ان في مصنع عربيات هيتعمل في مصر. فين الاخبار دي؟ ليه الناس اللي بره ما تعرفش؟ ليه الناس ما تعرفش اللي بره ما يعرفوش ان مصر فيها استثمار وبيخش لها استثمار والحمد لله انها كويسه؟ ليه ما بتشيروش الحاجات؟ ليه ما بتجيبوش الاخبار دي؟ ليه انتوا مكرسين نفسكم للقضيه الفلسطينيه بس؟ وحد هينسى القضيه الفلسطينيه؟ وانتوا لو عملتوا فاصل، بلاش فاصل، ما انتوا كده نزلوا الاخبار، نزلوا كذا بوست على الاستثمار اللي بيحصل في البلد او حاجه بتحصل في البلد كويسه انجاز. انما ما تجرولوش ورا ترند اهبل زي ترند الدكتوره، زي اللي خلاص جريتم. يا عمرو يا اديب انت سعادتك عامل لي محايد، انما لما بتعمل سعادتك لما بتعمل فيديو على دوله خليجيه وما بتتكلم عليها
يا اللي انت بتعمله تطبيل فيها عالي قوي، تطبيل فيها عالي قوي، وتقول انجاز وتعمل انجاز وعملت كذا وعملت كذا وسوت كذا وبلد لها تاريخ وبلد مش عارفه ايه فيها يا عمرو. طب ما تتكلم على بلدك، اعمل بتكلم على الاستثمار اللي بيحصل في بلدك. انما بس لو بنزين زاد الناس مش عارفه ايه، الكهرباء زادت الناس ما اعرفش، بس بتظهر السلبيات وخلاص. الدكتوره مش عارفه ايه، احنا معانا نقيب مش عارفه مين، احنا معانا بس. هو انت الاعلام عندك مقتصر على الفضايح؟ والاعلام عندك مقتصر على الفضايح بس؟ الاعلام عندكم مقتصر على الفضايح؟ طبعا احنا مش هتكلم في الصحافه لان احنا يعتبر ما عندناش صحافه شريفه اصلا الا من رحم ربي يعني. في ايه؟ انا من حقي كمواطنه اعرف ايه اللي بيحصل في بلدي، اعرف ايه اللي بيحصل في بلدي من استثمار وانجازات. مش هتفاجئ ان في مصنع اتعمل، مش هتفاجئ ان في مستشفى اتعملت، مش هتفاجئ ان في استثمار دخل عندنا. ايه في ايه؟ خليتوا الناس البهايم اللي بره، مش هقول الناس لان طبعا عندهم بلدهم خرابه وبلدهم متنقله بنيله، ويطلعوا ويجوا يغلطوا فينا علشان بس مش شايفين الا منكم سلبيات. يعني مش شايفين الا منكم انتوا بس سلبيات، مش شايفين اي حاجه تاني. مع احترامي طبعا للناس المحترمه اللي بره اللي بيبقوا بيدوروا برضه على المعلومات وبيبقوا عارفين. ده في ناس يا بشر، ده في ناس كانت بتسمع اخبار من الاعلام المعادي لينا اللي هم راس الخنازير، وسمعت، ولما نزلت مصر اكتشفت ان هم كدابين. يعني استنوا لما نزلوا مصر وعرفوا ان هم كدابين، ان الاعلام المعادي كداب. طب انا كاعلامي ما اعرفش ليه الناس ان دول كدابين اصلا؟ ليه اسيبهم ماده للبهايم اللي بره؟ مع اعتذاري للبهايم، ليه اسيبهم تفكيرهم رايح لكده؟ انا ماليش دعوه يعني اللي بيطلع يغلط فيه ومصمم، حتى لما نقول له الحقيقه ومصمم ان مصر وحشه، ده ما يلزمناش، لانه هو زيه زي البلاعه اللي لما كل ما تتسلك تطفح. ده بالنسبه لنا ما تفرقش. انما في ناس محترمه تعرف تبقى بسمع حاجات غلط وتقول ان مصر مش حلوه، اول ما بتنزل بتغير رايها. ليه انا اسيبهم ماده للبهايم دول؟ برضه مع اعتذاري للبهايم. يا ريت اعلامنا يفوق شويه، ما تبقوش زي الفنانين بتوعنا اللي مالهمش 30 لازمه، وانت برضه اعلاميين مالكوش اي 30 لازمه حاليا. يعني يخلوا من وقتهم جزء كده للايجابيات اللي بتحصل في مصر، للايجابيات. زي ما بتفرحوا في الترندات الفضايح، افرحوا للانجاز وهاتوها على التلفزيونات، وهاتوها في اخباركم، في الاخبار عندكم، علشان الناس تعرفها، وانا واحده من الناس اعرفها. اتمنى ان الاعلام ينضف، والله العظيم اتمنى الاعلام ينضف. اتمنى ان الاعلام عندنا يمسكهم حد من الجيش، لان فعلا لو مسكوهم هينضفوه. انا اتمنى ان الاعلام ينضف. يا عمرو يا اديب، زي ما بتطلع تطبل للخليج، طبل لبلدك اللي عملتك. طبل لبلدك عدل زي ما بتطبل للخليج، طبل لبلدك عدل. انما اللي بتعملوه ده والقاهره الاخباريه، اتمنى يعني تبص لمصر شويه وتنزلوا اخبار عن مصر بدل اللي احنا بنشوفه. ما بنشوفش حاجه منكم تفرحنا بالنسبه لمصر. انا بعرف الاخبار من المواقع اللي تبع الدوله، انما الاخباريه بقى انا ما اعرفش عنكم اي حاجه ولا منكم اي حاجه. السلام عليكم.